أيها الإخوة المواطنون، بعد قليل سنذيع عليكم بيانا مهما. أكرر، بعد قليل سنذيع عليكم بيانا مهما. أيها الأخوة المواطنون، أيها الأخوة العرب في كل مكان، يتفضل الآن الرئيس القائد المناضل أحمد حسن البكر بإعلان بيان مجلس قيادة الثورة بخصوص شركات النفط الاحتكارية العاملة في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماهير شعبنا العظيم، يا جماهير أمتنا العربية، أيها الوطنيون، أيها التقدميون في كل مكان، قرر مجلس قيادة الثورة باسم الشعب إصدار قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم 69 لسنة 72، والذي اعتبر نافذا من تاريخ صدوره هذا اليوم في اليوم الأول من حزيران.